السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية أهم أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20/5/2026. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. مؤشرات بورصة مصر تبدل دفتها الثلاثيني، يهبط قرب 52,500 نقطة. من التأمين على السبائك إلى إدارة السيولة، ذهب مباشر يكشف آلية مواجهة المخاطر. كسب يرفع أرباحه 16.7 خلال الربع الأول بدعم نمو قيمة الوثيقة. سهم سيدي كرير يتحرك عرضيا بعد موجة صعود قوية وترقب مستوى فني هام. مؤشر EGX 30 يحاول استعادة التوازن بعد موجة تصحيح قوية. إيرادات AFG القابضة ترتفع 18% إلى 6.6 مليار جنيه خلال الربع الأول. ماشي، نشوف كده تفاصيل الخبر ده. طبعا خبر إيجابي. أعلنت مجموعة EFG القابضة تحقيق إيرادات بمعدل سنوي 18%، لتصل إلى 6 مليار و600 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من هذا العام الجاري. وقالت الشركة في بيان اليوم أن صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب ارتفع بمعدل سنوي 20%، ليصل إلى 2.5 مليار واتنين مليار و300 مليون جنيه على التوالي. كما بلغ صافي الربح بعد الخصم وحقوق الأقلية 1 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل انخفاض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للضغوط المتعلقة بالضرائب وحقوق الأقلية، في حين بلغ إجمالي الأصول 270 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026. طيب، عمومية رميضة تقرر زيادة رأس المال لصالح نظام الإساءة والتحفيز. نشوف كده الخبر ده مع بعض. أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أن العمومية وافقت على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص من 500 مليون إلى 508 مليون جنيه، وتأتي هذه الزيادة بقيمة قدرها 8 مليون جنيه ممولة نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام عن طريق إصدار أسهم جديدة بالكامل مخصصة لصالح نظام الإسابة والتحفيز الخاص بالشركة بالقيمة الإسمية للسهم بنسبة 5% من رأس المال المصدر. تمام. ارتفاع مؤشرات بورصة مصر بالتعاملات الصباحية الثلاثين يقفز قرب 53 ألف نقطة. ده ملحقش. ماشي. أرباح برايم القبضة ترتفع 13% في الربع الأول من 2026 بدعم من نمو الإيرادات. الألمنيوم العربية تتحول للربحية في الربع الأول بدعم 3 عوامل. طب نبص كده على تفاصيل الخبر الألمنيوم العربية ده. أوضحت الشركة في إفصاح لبورصة اليوم أنها سجلت صافي ربح 2,243,000 خلال ال6 أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل صافي خسارة بلغ 6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بنسبة تحسن بلغت نحو 137%، فيما ارتفعت إيرادات مبيعات الشركة لتسجل كذا مليون. ماشي، يبقى ارتفاع إيرادات الشركة. طيب، تمام. BMM جروب ترتفع بأرباحها إلى 318 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026. أسعار وثائق صناديق الاستثمار. أرباح AFG القابضة تسجل 1.5 مليار جنيه في الربع الأول. أرباح دلتا للطباعة ترتفع 19% إلى 25 مليون جنيه في الربع الأول. عمومية السويدي إلكتريك تقرر خفض رأس المال المصدر عبر إعدام أسهم الإسابة. طب نشوف كده طبعا تفاصيل الخبر ده.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويد الإلكتريك على تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الإسابة. وحسب الإفصاح الشركة لبورصة مصر يوم الأربعاء يبلغ عدد تلك الأسهم نحو 1,422,000 سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد قرار الإعدام 2,139,000. وتأسيسا على قرار التخفيض، وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. تمام. ماذا حدث في بورصة مصر الثلاثاء؟ أبرز إفصاحات الشركات: البورصة تقر كيد 1,9 حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال إسباير كابيتال. طيب، وافقت البورصة في بيان اليوم أن ذلك في ضوء استفتاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد، وعلى الأخص دعوة قدام المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة المتعمدة في بناء الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14/5/2026، وكذلك صدور موافقة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 18/5/2026. أوضحت أن الحق في الاكتتاب في حدود 95% سهم لكل سهم أصلي من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال الشركة قبل الزيادة، ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول يوم الاثنين 25/5، وأنه سيتم التداول خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2/6 تاريخ فتح باب الاكتتاب، تنتهي في يوم الأحد الموافق 28/6 قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب ب3 أيام. يبقى ده اكتتاب إسباير كابيتال. طيب، بورصة مصر تمهل شركات شهرين لتقديم خطة توافق أوضحها واستفتاء شروط القيد. النساجون الشرقيون تسعى لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية 10 أضعاف خلال 3 سنوات. البورصة المصرية تقرر كيد تخفيض رأس مال إنكوليس إلى 500 مليون جنيه. مصر الألمنيوم ترسي أول مصنع محلي لإنتاج الفويل على شركة ألمانية. البورصة توافق على قيد المؤقت لأسهم OG كابيتال ذات غرض الاستحواذ. مصر الجديدة للإسكان توقع عقد تسهيل ائتماني مع بنك القاهرة بقيمة 1,500,000,000، أحدهما يقفز أكثر من 5% سهمان يقتنصان 2.5 مليار جنيه من سيولة بورصة مصر. تحالف 12 بنك يوفر تمويل 12 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بميناء شرق بورسعيد. سهمان يقفزان أكثر من 10%، أبرز 10 أسهم بالبورصة المصرية. خسائر سبيد ميديكال المجمعة ترتفع 23% خلال 2025. القيمة السوقية لبورصة ده يوم الثلاثاء. طيب، احنا كده يا جماعة غطينا معظم أخبار اليوم. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.